هذه هي القاهرة يا إخواني الكرام. السلام عليكم خوتي. رانا دخلنا المعبد، حتى كنت المعبد، متحف منفس. هذا تمثال للملك رمسيس العظيم، تمثال نايم، يعني لازم نطلعوا الفوق باش نصوروه مليح. صاحبي عليك راه يبان. شوف عظمة الفراعنة كيف راهم يبنوا الشيء هذا. هاهو انا مدوخني، مازال ما فهمتهاش كيف راهم يبنوا الشيء هذا. عندي بعض الآثار، معليش نطلعوا الفوق باش نشوفوا. معليش قبل ما نطلعوا نشوفوا هنا. راح نضربوا طلة خفيفة خوتي على هذا المتحف، ما نطولوش بزاف. ايوا مصر يا ام الدنيا. ايوه. لما تشوف هادو كيفاه يبنيو تفكر قول الله عز وجل. هذه فائدة. لما كان يقول إبراهيم عليه السلام القوم تاعو: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني إبراهيم عليه السلام واش دار؟ هز التماثيل هذيك وكسرها. واش معناها؟ معناها التماثيل اللي كان يعبدها ويصنعها قوم إبراهيم عليه السلام مش مثل هاي التماثيل، لأنه إبراهيم مش راح يقدر يكسرها. يعني التماثيل اللي كانت موجودة فيما بين النهرين في أرض العراق من مكان إبراهيم عليه السلام كانت تماثيل من الطين سهل كسرها، لكن التماثيل الموجودة في أرض مصر صخرية كما رانا نشوفوا هناك، يعني يصعب كسرها. نطلعوا الفوق باش نصوروا وناخذوا صورة كاملة للملك. ما عندنا خلاف، تماثيل صح صغيرة مش حاجة مهمة. نطلعوا هنا الفوق باش نهزوا صورة كاملة. رجع لي الشاشات على بالكم. اوكي، ناخذوا هنا صورة كاملة للملك رمسيس. يلا هذا هو. هذا هو تمثال الملك رمسيس. هو منين ضخم يعني داروه راكد، ما خير ما يديروه وقف يدي مساحة بزاف. هاك الآن نعاودو نخرجوا برا نزيدو نشوفوا بعض التماثيل الأخرى. هذا هو تمثال رمسيس. إخواني الكرام، على العموم باقي المتحف واش فيه أحجار، فيها كلمات هيروغليفية، يعني لا داعي لزيارتها. يعني أنا جيت لهذا المتحف سبيسيال خصيصا من أجل تمثال الملك رمسيس اللي كنا نشوفوا فيه أنا خاوتي. أما الباقي راح نعطيكم مثال. الباقي مثلا حروف هيروغليفية مكتوبة مثلا هذا. أيوة نفس الشيء. هاي هناك، هاي بقية الأحجار، هذه كامل كلمات هيروغليفية مكتوبة في الأحجار. بصح عجبني هذا، تبان لي نروح عنده. هذا يشبه الهوبل خوتي. انا قلت لكم منين نلقى خوتي حاجه عندها علاقه بالاديان اني نروح ليها جاري خوتي. يلا غالب التخصص تاعي نحبه خوتي ان شاء الله. ونشوفوا واش موجود هناك. اي تمثال هذا. تحياتنا يا رمسيس. باش من هنا عرفتي رانا رايحين لهذاك التمثال اللي حكيت لكم عليه. السياحنا كيف راهم متوجهين، شوف من الصين حتى لتشيلي حتى الامريكا اللاتينيه. السياح كامل راهم هنا. هاو التمثال اللي حكيت لكم عليه، قلت لكم جذبني تمثال
يشبه آلهة العرب القديمة، يشبه اللات والعزى. هذا هو، هذا هو. أيوه، هذا تمثال من التماثيل القديمة يعني، وما كانش شك أنه عبدوه ولو يوم. هذا كاين تمثال آخر حجر يشبه أبو الهول، شبه له بنفس طريقة التموضع تاع أبو الهول، وبنفس يعني بنفس الشكل. عنده هذيك اللحية المصرية، وعنده هذيك الطفرة تاع الشعر من اللور. اوكي، هذا مش ابو الهول، وانما يشبه، واسمه والله هو مش هو مي، وانما بالا كاين سلسله ابو الهول مش غير واحد. قال لك ترمز تماثيل ابو الهول في مصر القديمه غالبا الى كونها حاميه او حارسه الاماكن المقدسه. قلت لكم التمثال هذاك ما كانش غير يعبدوه. هذا هو الحارس تاع المعبد ماله. اوكي، هذا هو راه قاعد جالس على شكل اسد بيحرس المعبد. هذا هو، هذا هو. اوكي خوتي، كانت هذه زياره خفيفه للمتحف منفس. الان خوتي نروحوا نتغداو. مش نجي جيعان حاب نروح نتغدى، وانما لا يعني مش حاجه كبيره، احجار مكتوب فيها بالهيروغليفيه. يعني الشيء اللي شفته في الاهرامات شبعني، اكبر شيء عظمه روعه تتجلى عظمه مصر ام الدنيا في الاهرامات. شكرا خوتي، نتلاقاو في رحله اخرى صراحه. هيا تلاقينا اخواني الكرام. هذا المصري الرائع ابراهيم، اخونا ابراهيم من مصر، اعطاني هذه الهديه. ايوه، اعطاني هذه الهديه وقال لي بتجلي بالحظ. اخونا ابراهيم الله يخليك. انا I born here in Memphis. My house here before. Okay. The Ramses II is grandfather. ايوه. And this alabaster sphinx. ايوه. alabaster sphinx يشبه ابو الهول. ابو الهول. يعني اغلب متابعي باللغه العربيه يعني تتكلم معهم مصري افضل. ابو الهول هو وش ايوه حتشبسوت. ايوه، عشان هم ما كانش له خرطوش له اسم، كانش بيعرفوا اسمه ايه. ومن حجر الالاباستر، والدماغ دماغ انسان، والجسد هيك بردمان، والكوبرا سنيك، والبولس بيل. وتعالى بص كمان اللي هو ده. ايوه، بيدو فلاي 80 طن. الجسم بتاعه جسم اسد. خلاص الجسم اسد. ليه بقى؟ يعبر عن ايوه، يعبر عن القوه والشجاعه. هو في اتنين ابو الهول. واحد الاباستر هنا. ايوه، وواحد ثاني لايم ستون البيراميد الجديد. ايوه، هذا كنا فيه شفناه، هذا رقم واحد الاكبر. وفي بقى رمسيس في المتحف جوه. ايوه، كنا ايضا في الهرم وشفنا رمسيس التمثال الكبير. صحيح. وفي رمسيس ثاني جوه هنا. ايوه، بس خلاص يا اخ بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك. اهل الجزائر بيحيوك، ومصر بتحييك، ام الدنيا يا مصر. الله يحييك. شكرا. سلام. صح. هادو اخواني الكرام، يكاك تصور، يكاك يدير حاجه، يجي عندك يلصق فيك، يدير لك اي حاجه باش تعطيه الدراهم. انا هذا جاوني اليوم بزاف. انا هذا اليوم كي جاني دوكا كبير قلت له والله ما نعطيك، قلت له خلاصوا لي. قال لي هو كيحشم، قال لي بدون فلوس، قال لي نرحب بك. كيفاه العفسه تاعو؟ قال لي يعطيني صورك. هما انا يكاوك تصور، يقول لك اخرج لك فوطو، يقول لك احسن الصور. قلت له انا لا، راني صورت وخلصت. قال لي تعال خذ هذه هديه. اوكي، واش قلت له انا؟ قلت له انا باللي اوكي يلا هات. انا السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. لما حكمت عليه هذه قال لي هذه بتجلي بالحظ، ويبدا يشرح لي في نوع الحظ. يعني يدخلك يبدا يحكي لك. لما يحكي ويخلص ما تقدرش تحبسه. لما يخلص يقول لك 50 جنيه 100 جنيه. وانا قطعتها له في نص الكلام، قلت له ما عنديش دراهم. قال لي صح هذه واش من حظ اللي تجلب يا اخواني الكرام. نتوسوس من الامور هذه. يلا تشاو طيش. صح خوتي، رانا رجعنا للشومبرا تاعنا، خلصنا الرحله تاعنا اليوم ورجعنا للشومبرا، خدنا فيها دوش. رحله اليوم خوتي والله غير كانت رحله ممتعه، رحله روعه، رحله جد رائعه. رحنا فيها مع الاخ نور الى الاهرامات، خوفو، خفرة، منقرة. دخلنا الى داخل الهرم،
عملنا رحله بالبانوراما، ركبنا الجمل ورحنا لهذيك البلاصه اللي يسموها البانوراما. صورنا، اخذنا صور للاهرامات كامل. يعني والله يا خوتي رحله تبقى في الذاكره وما شاء الله. واي شخص يجي لمصر ما لازمش، يعني اي انسان يجي لمصر لازم يدخل ويروح للبلايص هذوك اللي رحنا لهم ودرناهم في الفيديو اخواني الكرام. ايضا زدنا انتقلنا، رحنا منطقه سقاره، شفنا فيها مدرج الهرم زوسر، شفنا فيها الاعمده، رحنا ايضا للسيرابيوم. رحنا لبلايص بزاف، عاودنا رجعنا مع الاخمور، تغدينا. هو زدنا رحنا المتحف منفس، شفنا فيه التمثال الكبير للملكة رمسيس. شفنا مصريين، تواصلنا مع مصريين، شفنا ناس اللي تخدم تما. كما شفتوا خوتي، اي شخص يدخل منطقة الاهرامات يتفادى الكلام مع اي شخص، او يتفادى التعامل مع اي شخص، يتفادى الشراء مع اي شخص. اي شخص اعطاك سعر هبطوا له 3 اضعاف، قال لك هذه تتباع ب 500 جنيه، قول له نخلصك 50 جنيه. راح ندير لكم فيديو فيما بعد نشرحوا فيه كيفية التعامل والاسعار وبالتوثيق. يعني ناس شرينا عليهم مثلا هذاك الشاش اللي شريته هذاك، قال لي الاخ نور شوف، قال لي دوك نروحوا نشريو عليه، قال لي شوف، قال لي هذاك يتباع ب 50 جنيه، قال لي 50 جنيه على الاكثر. يعني قال لي هو في الاسواق قال لي يتباع 5 جنيه 10 جنيه، قال لي لكن هنا في منطقه الاثار قال لي يبيعوا 50، قال لي 50، قال لي بصح اي سعر يعطيه لك، قال لي ما تعطيهش فوق 50 جنيه. قلت له اوكي. رحنا عند الاخ قلنا له اوكي نختار هذا، ركبوه لبسوه. قلت له كم؟ قال لي 350 جنيه. قال له اخ نور يا رجل لا لا لا، قال له 300 جنيه، قال له لا لا لا، قال له الاخ عربي جزائري، قال له مش اجنبي. المهم كملنا ما حتى وصلنا ل 50 جنيه. 50 جنيه ومن بعد هو حشم، من بعد انا متبهدل اعطيته 100 جنيه. قلت له تفضل ورحنا. المهم انا ندير لكم فيديو على النقطه هذه ونشرحوا فيها كيف تتعاملوا وكيف ديروا اخواني. خوتي هي نورمالمون عندنا مع العشيه نروحوا نتعشاو ونديروا عشاء على نهر النيل. بصح ما نعيس بزاف لانه البارح جيت وما ركدتش. الان خوتي راني راح نركد شويه. العشاء تاع نهر النيل اجلته الغدوه. غدا اخواني الكرام عندنا جوله في مدينه القاهره، نروحوا المتحف المصري القومي، نشوفوا المومياءات، نروحوا المسجد الازهر، نروحوا قلعه صلاح الدين الايوبي. رحلات كثيره داخل مدينه مصر. تابعونا اخواني الكرام، بقي التفاصيل نديروها في فيديو جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.